امبارح شفت خبر صدمني وصدمة كبيرة جدا. بس لما جيت اعقلها بالعقل لقيت الموضوع عادي. الخبر هو عبارة عن ان استاد القاهرة بيقفل ابوابه قدام الاهلي في مباراة يانج افريكانز، وقالوا له المباراة في برج العرب عشان احنا هنعمل البذرة الشتوية. قلت سبحان الله، المغرب من بداية البطولة امطار غزيرة فوق ما حد يتخيل، ورغم كده لا شفنا كرة بتقف ولا امطار بتنها في الملعب ولا حتى حتة نجيلة بتطير من لعيبة وهي بتجري في الملعب. استادات او ملاعب زي ما الكتاب بيقول زي اوروبا وممكن افضل كمان. ده احنا حتى ما شفناش الموضوع ده في قطر. في قطر الثالث والرابع في البطولة العربية اتلغى بسبب كثرة الامطار. فاحنا حتى في الاستادات مش عارفين نظبط النجيلة والدوري واقف. ده ايه ده؟ يعني حتى في الملاعب مش عارفين نبقى حتى نص المغرب. لكن الله يا مصر شاطرين بس في غلق الاستاد عشان الاصلاحات. هي دي الكرة في مصر. لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم. تحياتي. سلام عليكم.